بحبها يا شيخ، اعمل ايه؟ مش قادر اعيش من غيرها. اولا كده يا صديقي، خليني اسألك سؤال. لو انت ماشي في حديقة وعجبتك وردة هتعمل ايه؟ هقطفها طبعا. طب خليني اسألك كمان سؤال، الوردة دي هتعيش معاك قد ايه؟ اسبوع بالكتير. طب ليه مش هتعيش اكتر من اسبوع بقى؟ لان اسباب الحياة اللي هي المية والشمس اتمنعت عنها. طب لو انت ماشي في نفس الحديقة وحبيت وردة هتعمل فيها ايه؟ هرويها واخلي بالي منها ومش هقطفها عشان اقدر اشوفها اكتر فترة ممكنة. تمام كده فهمتني. خلي بالك معايا بقى، الوردة دي هي البنت والحديقة هي المكان اللي شفتها فيه، فلو حاولت تقطف الوردة بانك تحاول تكلمها فده يبقى اسمه اعجاب وشهوة، مش حب خالص. والعلاقة دي مصيرها الحتمي الموت، لان اسباب الحياة مش موجودة، رضا الله وان العلاقة تكون في النور. يا رفيق، اذا احببت فتاة فاذهب اليها، ولكن من الباب الذي تحب ان يأتي الاخرون منه لاختك. من الباب، مش من الفيس ولا الماسنجر ولا الواتس، من الباب يا صاحبي، من الباب. بس انا دلوقتي مش قادر اتقدم لها، اعمل ايه؟ بص يا صديقي، عاوزها زوجة لك في الدنيا وحورية لك في الجنة؟ ايوه يا ريت. إذن عليك أن تتركها لله، لأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، ولأن قلب من تحب في يد من عصيت. هوضح لك بمثال، بس صل على حبيبك الأول. لو رحت المسؤول عشان تقضي حاجة من حاجاتك المهمة، والحاجة دي واقفة على إمضة المسؤول ده، بس المسؤول ده قال لك روح اعمل لي كذا وهات لي كذا، وهي واقفة على إمضته هو، ولو ما عملتش الحاجة اللي قال لك عليها دي مش هيقضي لك حاجتك. بالتأكيد هتنفذ الحاجة اللي قال لك عليها دي حتى لو كانت على غير هواك. اهو كده بالظبط، ولله المثل الاعلى. ربنا قال لك لو عاوزها زوجة اتقدم لها، ولو ما كانش عندك المقدرة انك تتقدم لها دلوقتي فسيبها لي وسأهديك اياها ان كانت خيرا لك. حاضر هنفذ كلامك، بس انا بتعب لما بشوفها، اعمل ايه؟ قول لي. هقول لك على حاجة، لو حد بتحبه قوي مات هتشعر بايه؟ هزعل عليه يوم، اسبوع، شهر، وبعد كده هكمل حياتي عادي. طب لو جه على بالك بعد ما مات هتعمل ايه؟ هدعيله بالرحمة وانه يكون من اهل الجنة، وبعد كده هكمل حياتي عادي، حتى لو تأثرت شوية بس فترة وهنسى وهكمل. اعتبر بقى البنت اللي بتحبها دي هي اللي ماتت، هتزعل يوم، اسبوع، شهر، وعادي بعدها وهتكمل حياتك. ولو جات على بالك ادعي لها اي دعوة وكمل حياتك وبس كده. طب انا لو عملت كده بقى هكسب ايه؟ اولا هتكسب رضا ربك، ثانيا هتكسب راحة قلبك. بعد ما تكون جاهز للزواج، ربنا سبحانه وتعالى لو شاف ان البنت الفلانية دي هي المناسبة ليك وهي الافضل ليك فهيجوزها لك، وإلا فهيجوزك الافضل منها، وبالتالي مش هتتعب قلبك معاك. واقولها تاني، اذا احببت فتاة فاذهب اليها من الباب الذي تحب ان يأتي الاخرون منه لاختك. من الباب، قال ربي وأتوا البيوت من أبوابها، مش من الفيس ولا الماسنجر ولا الواتس، من الباب يا طيب، من الباب. سلام. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على النادى أبدا عليه مجددا، صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل